السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنحل مع بعض الأسبوع الخامس في مادة الماس للصف الرابع الابتدائي. خلينا نبدأ أول جروب A. بيقول write the place value of the digit 1 in the decimal fraction 0.31. هو عايز البليس فاليو، يبقى احنا كده هنكتب حروف، هنكتب اسمه ايه. طبعا ال1 في الرقم ده هيبقى 100. write the decimal fraction في 0.51 in the fraction، يعني هو عايز كده in fraction form، يعني الشكل الكسري نحوله من الشكل العشري اللي فيه علامة الديسيمال بوينت للشكل الكسري. فهنكتبها يا ولاد يعني 51 over 100 زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت. write the fraction 9 over 10 in the decimal form. عايزنا بقى هنا نحول الشكل الفراكشن العادي لديسيمال مول، فهنكتبها 0.9. write the decimal number 6.47 in expanded form. طبعا كلنا عارفين الاكسباندد فورم هو الشكل الممتد اللي احنا بنحط فيه بلس وبنحط كل رقم بالفاليو بتاعته. فهنقول هنا 6 بلس 0.4 plus 0.07. What's the decimal fraction that represents the following model؟ بيقول لنا الموديل اللي قدامنا ده احنا كنا عارفين ازاي بنكتبه بشكل الكسري، دلوقتي هو عايزه بالكسر العشري، فهنكتب له انه هو مظلل 9 يبقى 0.9. ندخل على حل الجروب B. بيقول لنا write the value of the digit 5 in the decimal fraction 0.25. هنا هنلاقي ان ال5 مكانها في من جزء من 100، فهنكتبه بالشكل اللي انا كاتباه 0.05. هنلاحظ بس ان هنا طلب الفاليو مش البليس فاليو، فعشان كده كتبناه رقم. write the decimal fraction 0.39 in the fraction form. فهنكتبها كده يا ولاد اللي هي 39 على 100. write fraction 3 over 10 in decimal form. هتبقى 0.3. write the decimal number 5.73 hundredths in the word form. انا كتبتها تحت خالص يا ولاد في اخر الصفحة اهي باللون الاحمر. هتبقى 5 ones and 7 tenths and 3 hundredths. تمام، يبقى احنا قلنا كل رقم مكانه فين وبنحط and ما بينهم وفي الاخر النقطة. بعد كده يا ولاد عندنا write the decimal fraction that represents the following model. جايب لنا موديل مرسوم وعايز نكتب الكسر العشري اللي بيمثله. فطبعا هنا متظلل 3 مربعات، هنقول 0.3. ندخل على جروب C. write the place value of the digit in the decimal fraction. هنا انا ما كتبتش البليس فاليو، بس قلت لكم ان البليس فاليو لازم بيبقى بالحروف، يعني انا وضحت لكم ان هو شكله 0.08. هنبتدي الحل هيبقى نكتب 800 ان هو 8 من 100. تمام، فدي يا ولاد خلوا بالكم بليس فاليو فهنكتبها باللتر. انا بس عشان المساحة يعني ضيقة شوية فمش عارفة ايه اكتب. write the decimal fraction 0.73 in fraction form. هتبقى 37 على 100 أو 73 over 100. write the fraction 23 على 10. بصوا هنا يا ولاد أنا كتبتلكوا الاتنين لأنها ممكن تكون يعني غلطة مطبعية، فهي 23 على 100 فهتبقى 23 والعلامة من 100. تمام، بعد رقمين، يا اما هو فعلا قصدها على 10 بس هو ما وضحهاش في الدرس، فكده هتبقى 2.3. هنحط العلامة بعد رقم 1 فهيفصل ما بينهم،
فبرضو ناخد بالنا على حسب النموذج هيجيلنا شكله ايه في المدرسة. بعد كده write the decimal number، وجايب لنا الشكل الاكسباندد وعايزه in standard form، فهنجمعه مع بعض هيبقى 5.38. طيب write the decimal fraction that represents the following model. هنعد هنلاقي المربعات المتظللة 6، ودايما الفريم ده بيبقى متقسم ل10، متبقي 4 اهو فاضيين، يبقى احنا عندنا 6 وهيتكتب 0.6. كده نكون خلصنا تقييم الكويز بتاع الأسبوع الخامس الخاص بالصف الرابع لمادة الماس. الدرس سهل إن شاء الله. لو حابين إن احنا نشرحه أو نحل الواجب المنزلي أو الأداء الصفي ياريت تكتبولي في التعليقات، وأتمنى إن انتوا تشيروا الفيديو ما بين أصحابكم وتدعموني بالاشتراك في القناة.